اي شخص بيخش السجن الايام بتعدي عليه كانها سنين، عشان كده مساجين كتير بيحاولوا يهربوا، لكن الموضوع بيكون اقرب للمستحيل بسبب التامين الشديد الموجود في كل السجون. لكن هل كان في عمليات هروب ناجحه اتنفذت بشكل عبقري اقرب للخيال؟ قبل ما اجاوبك على سؤالك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس لو انت على اليوتيوب، ولو على فيسبوك اعمل لايك وشير. الهروب من الكاتراز ده عنوان لأشهر عملية هروب من السجون في التاريخ، وسجن الكاتراز هو سجن أمريكي وموجود على جزيرة بنفس الاسم في المحيط الهادي، والهروب منه مستحيل بسبب طول أسواره ولأنه محاط بالمية من كل الجوانب واللي مليانة بأسماك القرش. ومحدش نجح أبدا في الهروب من السجن ده ما عدا 3 أشخاص، هم فرانك موريس وجون وكلارنس أنجلين، واللي نجحوا سنة 1962 في الهروب بعد ما حفروا نفق لخارج السجن باستخدام المعالق وعملوا قوارب بدائية باستخدام 50 جاكيت. والحراس ما لاحظوش اختفائهم إلا تاني يوم لأنهم عملوا دمى بدائية يوهموا بيها الحراس إنهم نايمين. والشرطة الأمريكية فشلت في الوصول لأي شخص منهم، وحادثة الهروب دي عملت ضجة كبيرة لدرجة إنها تسببت في إغلاق السجن. وفي فيلم شهير اسمه الهروب من الكاتراز عن عملية الهروب دي. لو ما سمعتش عن الشابو فده واحد من أباطرة تجارة المخدرات عبر التاريخ، وأثناء وجوده في سجن شديد الحراسة في المكسيك سنة 2015 كان بيتم التجهيز لتهريبه بخطة عبقرية. رجالة الشابو اشتروا أرض قريبة من السجن، ومن هناك بدأوا يحفروا نفق بطول 1.5 كيلو للوصول للسجن، وعشان يضمنوا إن محدش يكشفهم فكان عمق النفق ده 10 متر، وكانوا بيحفروا بأدوات حفر بدائية عشان ما يعملوش أي صوت يكشفهم. وعلى مدار 16 شهر نجح رجالة الشابو أخيرا في إتمام النفق، ونهاية النفق داخل السجن كانت حمام زنزانة الشابو، ويهرب الشابو للنفق وفي غضون دقايق كان خارج السجن في واحدة من أشهر عمليات الهروب في التاريخ. تخيل نفسك مسجون بس معاك كل مفاتيح أبواب السجن، فأكيد هروبك هيكون مهمة سهلة وبسيطة. لكن اللي حصل في سجن بريتوريا كان شيء في منتهى التعقيد والعبقرية. في سنة 1978 في جنوب أفريقيا دخل الثلاثي تيم جينكين وستيفن لي وأليكس مونبريز لسجن بريتوريا شديد الحراسة. جينكين كان شخص عبقري وبيعرف يصنع مفاتيح الأبواب من خلال إنه يبص بس على المفتاح أو فتحة الكالون، وقرر جينكين يعمل نسخ خشبية من مفاتيح أبواب السجن، وكان دور زمايله يجذبوا الحراس بأي شكل عشان جينكين يقدر يشوف المفاتيح اللي معاهم ويحاول يقلدها. وكان بيرسم أشكال المفاتيح الأول على ورق وبعدين يعمل منها نسخ خشبية في ورشة السجن ويجربها عشان يتأكد إنها بتفتح الأبواب. وبعد أكتر من سنة جينكين قدر يعمل نسخ لكل أبواب السجن وما تبقاش غير تحديد ساعة الصفر. وبالفعل بعد 404 يوم من تواجدهم في السجن نجحوا في الهروب بكل سهولة وبشكل عبقري. وقصة الهروب اتعملت في فيلم شهير اسمه Escape from Pretoria. كل قصص الهروب من السجن بتكون معقدة وبتاخد وقت طويل، لكن مع الفرنسي باسكال بايت الموضوع كان بيتم في غمضة عين. كل اللي كان بيعمله يقف في ساحة السجن يلاقي طيارة هليكوبتر نازلة السجن عشان تهربه، يروح راكبها وواخد بعضه وماشي. والخطة دي كانت بتعتمد على سرعة تنفيذها، لازم الموضوع يحصل في لمح البصر. الغريب بقى ان بايت هرب بنفس الطريقة مش مرة ولا 2، لا 3 مرات ومن سجون مختلفة. الشرطة الفرنسية كانت نايمة في العسل باين، لكنها صحيت من النوم متأخر لما قبضت عليه في المرة الرابعة وقررت يكون مكان سجنه سري، وكمان ما يفضلش في نفس السجن أكتر من 6 شهور. لو شفت الفيلم الشهير كاتش مي إف يو كان اللي بيحكي قصة فرانك أبيجنيل أشهر مزيف ومزور في التاريخ، فأنت أكيد مش هتستغرب قصة هروبه من السجن. ففي سنة 1971 وأثناء وجود فرانك أبيجنيل في سجن أتلانتا الفيدرالي، وفي كل مرة كان بيخرج فيها من زنزانته لساحة السجن كان بيقنع الحراس إنه مفتش سجون سري، وده بفضل قدرته الخارقة على انتحال الشخصيات. والمفارقة العجيبة إن الحراس صدقوه عشان ينتهز الوقت المناسب ويطلب من الحراس يخرجوه من السجن لأنه خلص مهمته السرية، وبالفعل يخرجوه بنفسهم بره السجن بدون أي مجهود بقى في حفر أنفاق أو نط من فوق السور. عملية الهروب من سجن جلبوع سنة 2021 واحدة من أشهر قصص الهروب اللي حصلت مؤخرا، وأبطال القصة دي 6 أسرى فلسطينيين كانوا مسجونين في سجن تابع للكيان المحتل اسمه سجن جلبوع. الأبطال الفلسطينيين بقيادة محمود العرضة جهزوا خطتهم بأنهم يحفروا نفق طويل لخارج السجن، وكانت بداية النفق من حمام بإحدى زنزانات السجن. والمدهش في العملية دي إنهم حفروا بالمعلقة والشوك وأدوات بدائية والفترات طويلة، لكن اللي هيدهشك أكتر إن السجن كان مجهز بمجسات وحساسات متطورة لرصد أي حفر أو اهتزازات داخل أرض السجن. ورغم القبض على أبطال العملية لكنهم نالوا احترام الجميع، وبقت المعلقة اللي حفروا بيها رمز للنضال. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناة، ولو مش عارف اسمع من عارف.